بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكبر خطأ الغفلة عن صلاة التراويح. أقول هذا مؤكدا على هذا الخطأ الفادح الذي يأتيه البعض للأسف الشديد، ودائما الندم يأتي في الأخير. الكثير من الناس بعد فوات رمضان أو في أيامه الأخيرة يحاول أن يعوض ما فاته، ولكن مصحوب ذلك كله مصحوب بالندم، لأن صلاة التراويح صلاة القيام سمعنا الحديث الذي افتتحت به هذا اللقاء: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الفضل العظيم الذي يتخلى عنه الإنسان بإرادته، بمحض إرادته، هذا خطأ فادح. قيام هذه الأيام، هذه الليالي المباركة، هذه الليالي الشريفة فيها أمر عظيم وفيها أجر كبير جدا. وربما الكثير من الناس ما يقومش الليل طول السنة إلا في هذه الأيام، والبعض الآخر حتى هذه الليالي الشريفة أيضا يتخلى عنها فلا يقوم، وبذلك ضيع مشروعا استثماريا مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أكبر الأخطاء. وهناك خطأ آخر أيضا يأتيه بعض الناس المصلين يعني في المساجد، أنه يبقوا في الأخير ما يلتحقوا بالإمام، ما يصلي مع الإمام، يعني حتى أن يوصل إلى الكلمة الأخيرة في الآية يعني ثم يسارع. وأحيانا تسمع صوت الجري الأقدام، الناس تجري، الشيخ يقول الله أكبر، وهذوك الناس يجريوا. وللأسف أحيانا من الشباب تجد شيخ كبير عنده 70 80 90 سنة يصلي قائما ولا ينصرف كما قال أخي محمد حتى ينصرف الإمام، يعني يكون حريصا على نيل الأجر والفضل كاملا. ولكن نجد بعض الشباب للأسف الشديد في المساجد يتكون الحيط، الركعة الأولى، خاصة الركعة الثانية طبعا ما يقدر، الركعة الأولى يسمع الإمام يقرأ سورة الفاتحة ويقرأ يقرأ يقرأ، كي يشوف بلي قريب يركع مباشرة يجري هكذا أفواجا أفواجا يلتحقون بالصف. وهذا يؤدي إلى خطأ آخر، وهو التشويش على المصلين. إذا كان ظروف الليل ظروف مناسبة لتحقيق الخشوع، لتحقيق مقاصد القيام، لتحقيق مقاصد الصلاة، ولكن للأسف بعض أخطاء المصلين القائمين يشوشون على الباقي بذلك الجري والتهافت على الصفوف والأصوات. يعني بعضهم يعني لا يلتحق بالصف، لا يصلي جماعة مع الإمام. نعم، منهم في الصفوف الأول يجلسون يقطعون الصفوف شيخ سعيد. نعم سنعود إليها. نعم. إذن أقول وكدوا على هذا، يعني هو ما يصلي وما يخلي الناس تصلي. نعم. يعني مجموعة ربما 6 7 10 أئمة مريحين، الناس راهي تصلي مع الإمام وهما يشوشوا يتكلموا إلى آخره ويشربوا الماء وهكذا إلى آخره. طبعا يشرب الماء هو حر، إذا كان عطش ليس في ذلك حرج، ولكن عليه أن يلتحق بالصف، عليه أن يلتحق بالصف. هذه ظاهرة أيضا يعني يجب أن نسلط الضوء عليها. وكذلك من يقطع الصفوف، يعني يجلس يحجز الصفوف الأمامية ولا يصلي، هذا أيضا خطأ من الأخطاء. ومن الأخطاء أيضا ما يأتيه بعض المصلين في هذا رمضان المبارك، وهو حجز الأماكن. حجز الأماكن، يجيب السجادة نتاعو يخليها منتشرة كثيرا يعني في كل مكان، منتشرة نعم. كثيرا، في الجزائر وفي غير الجزائر للأسف، في الجزائر حتى وفي في الحرم. الجزائر. نعم. حتى في الحرم. يعني في هذه الصبيحة تابعت واحد نعم. يعني التنبيه من قبل مسؤولي الحرمين الشريفين، مفاد هذا التنبيه منع حجز الأماكن. نعم. يعني وأمروا بمصادرة جميع يعني هذه السجادات اللي يصلوا فيها وما كانش فيها مصلي. تجد أحيانا الصف نتاع ربما 10 15 20 واحد كلها عبارة عن سجادات، أماكن محجوزة يحجزها لمدة نصف ساعة أو أكثر، ولا أحد يعني يتقدم ويصلي ولا يستثمر ذلك المكان. لذلك هذه أخطاء يرتكبها بعض المصلين. حجز الأماكن في المساجد مما يتنافى مع آداب القيام، مما يتنافى مع آداب المسجد
التي أمرنا باحترامها. نقطة أخرى دكتور سعيد، حتى يعني خارج المسجد لما نرى الناس تركن سياراتها خارج المسجد يعني بطريقة عشوائية وتسبب الأذية للمسلمين في السير في طرقاتهم. بارك الله فيك، شكرا. يعني من مقاصد الصلاة فضلا عن المقاصد الكبرى الخشوع غيرها، أخيه يعني يجعله ينتظر بالساعة نعم حتى ينهي صلاته. نعم نعم نعم. ممكن أحد الناس جاء لم يأتي لحضور الصلاة مثلا صلاة القيام، فقط. ربما يصلي صلاة العشاء وله شغل له سفر، ولكن بعض الناس يركنوا يوقفوا سيارتهم بالشكل اللي يضر يلحق الأذى ويلحق الضرر بالناس، وهذا مما يليق ومما يتنافى مع النظام. كيف يعقل أن يقال علينا كمسلمين كمصلين كملتزمين يقول هذون ماشي مربيين، ما عندهمش أخلاق، ما عندهمش أذواق، لأن الإسلام هو صحيح عقيدة وشريعة وعبادة، ولكن أخلاق وسلوك. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث كثيرة منها إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه درجة عالية ينالها الإنسان. درجة الصائم بالنهار القائم بالليل ينالها بحسن خلقه. وفي حديث آخر إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إلى أن يقول في حديث آخر وخالق الناس بخلق حسن. نجد شعبة كبيرة جدا في شرعنا الحنيف تتعلق بالأخلاق، أخلاق داخل المسجد، أخلاق أثناء القيام أثناء الصلوات، وأخلاق أيضا خارج المسجد يجب أن نلتزم بها لنيل الأجر الكبير في هذا الشهر الفضيل.